الحمد لله الذي رفع ذاته الكاملة إلى أعلى حضراته القدسية، وقد كانوا في شغف لرؤيته ووجدان، وذلك في ليلة الاثنين 27 الرجبية في السنة 12 قبل الهجرة كما قد بان، فشق صدره وملئ بالمعاني الإيمانية، وشهد جبريل بأن قلبه وكيع له عينان تبصران وأذنان للوقائع تسمعان. ولما كان النبي ثمرة الوجود وذرة الأصداف الإنسانية، ولا بد من عرض هذه الثمرة بين يدي مثمرها في حظيرة المنان، أرسل إليه أعز خدام الروح الأمينة، ومعه البراق بيهبته السفرية، كامل الهيئة يخترق آفاق السماوات بالجناحان، وهو داب أبيض فوق الحمار ودون البغل في المثلية، يعتلي من صدره نازلا ومن خلفه صاعدا في الأنجاد والغوران، ويضع خطوه عند منتهى بصره في كل حيثية، كأنه برق خاطف أو لمح من العينان، فأوقفه في الباب مع ملائكة سنية، ودخل المسجد فإذا النبي بحجر إسماعيل قافيا بعد تهجد وإمعان، فقال: قم يا نائم فقد هيت لك الغنائم الوهبية. فقال: إلى أين المسير يا أخي يا جبريل في هذا الآن؟ قال: رفع الأين من البين فأنت مراد الإرادة الأزلية، والكل مراد لأجلك وأنت مراد لأجله تعالى ذي الإحسان. قال: ما يفعل بي؟ قال: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من الخطيئة، ولك منه كمال المنى وتمام الرضوان. فلما ركب على البراق قال له جبريل: ما ركبك عبد أكرم على الله منه في البرية، فرغص لقربه فرحا وأرفض لهيبته عرقا كقطع الجمان، وساروا وحوله المواكب الاحتفالية، ومروا بطيبة فعرفه جبريل بمسجده وقبره فصلى بهما إذعان، ثم ساروا إلى أن وصلوا إلى بيت المقدس ورحابه الحرمية، فقدمت إليه شربات من خمر وعسل ولبن، فاختار منهن شربة الألبان، فقال له جبريل: أصبت الفطرة الصالحة المرضية، فلو شربت الخمر لغويت بشربه أمتك في آخر الزمان. ودخل المسجد فإذا بصفوف النبيين والمرسلين القبلية، فأقام الصلاة جبريل وأمهم سيد الوجود وصلى بهم ركعتان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله في نواحيه القدسية، وقد أسرى به نيفا و40 مرة، وهذا بروحه وجسده يغضة ليريه من آياته أكبرها بالعينان، صلى الله عليه وسلم، ما اختص دون غيره بهذه المزية، وما نال ما لم ينله قبله ولا بعده ذو مكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور أنوار الحقيقة، وعلى آله وصحبه، واغفر لنا وارحمنا واهدنا وانصرنا واختم لنا بالإيمان.